بعد فيديو البسبوسه ده عايزه اقول لكم اصحاب المحلات هيزعلوا مني. دي اظبط وانجح مقادير هتعملي بيها البسبوسه، عايزه اقول لكم بجد هتبهركم بفضل الله. محدش جرب طريقتي الا وشكرني عليها. نبدا كده على طول. اول حاجه كده معانا الشربات، كوبايه كده وربع من السكر. هضيف كده عليهم كوبايه ونص من الميه، طبعا اي كوبايه متوفره عندك كده تعيري بيها السكر تعيري بيها الميه. نحاول بقى كده ندوب كده السكر زي ما انتم شايفين كده، نقلبه كويس جدا قبل ما نرفعه معانا على النار. وبعد كده هضيف كده معايا شريحتين من الليمون او عصير نص ليمونه. هرفعهم دلوقتي معايا على النار، واول ما يبداوا كده في الغليان هضيف لهم كده معلقه من السمنه البلدي، ودي بتفرق قوي قوي في الطعم. عايزه اقول لكم بتدي نكهه وطعم رهيب، حلوه جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا اي سمنه متوفره عندك، بس طبعا السمنه البلدي يعني البسبوسه يعني سمنه بلدي، فبصراحه بتنقلها نقله تانية خالص. واخر مكون كده بنضيفه هو الفانيليا. ما بضيفهاش من البدايه لانها طبعا بتمرر. مجرد ما ضفت الفانيليا ببدا ارفعها كده من على النار واحطها كده تبرد براحتها خالص. طبعا زي ما قلت لكم شربات البسبوسه بيكون خفيف، يعني يا دوب بياخد غلوه واحده بس وبننزله على طول. نبدا بقى نكمل باقي الطريقه بتاعتنا. في كازارولا كده او طاسه هبدا احط كده تلتين كوبايه من الحليب. حليب هنا مغلي طبعا وبارد، وعليهم كده كوبايه من السكر، وهنضيف كده عليهم رشه من الفانيليا، وتلت كوبايه من عسل النحل او الشربات التقيل على حسب المتوفر عندك. ارفعهم على النار ياخدوا غلوه واحده بس عشان السكر بس يدوب معايا، وهركنه كده على جنب بحيث يبرد. ودلوقتي هنجهز كده معانا تلت كوبايه من جوز الهند، عليها معلقه كبيره من الحليب البودره، ونبدا بقى نحمرهم على نار هاديه خالص، لان طبعا جوز الهند بيتحرق بسرعه لحد ما ياخدوا معانا اللون الذهبي اللي انتم شايفين ده. كده هو جاهز معايا تمام. نبدا بقى نجيب معانا كده طبق عميق، نضيف كده فيه نص كيلو من السميد او 3 اكواب من السميد. انا بستخدم الكوبايه اللي انتم شايفينها دي اللي متوفره في كل البيوت، اللي هي حجمها بالنسبه للسوائل 250 ملل. ضفت ليها بقى كده جوز الهند اللي انا حمصته معاكم، هبدا اقلبه معايا بالشكل ده، وهضيف كده عليهم تلتين كوبايه كده من السمنه البلدي. وزي ما قلت لكم يا جماعه السمنه البلدي بتفرق جدا في طعم البسبوسه، طبعا على حسب المتوفر عندك، بس انا بقول لك يعني نصيحتي لو انت عايزه تاخدي بقى طعم حلو قوي قوي استخدمي طبعا سمنه بلدي. غلفت كده حبيبات السميد كده معايا بالسمنه. هنضيف بقى الخليط اللي احنا رفعناه مع بعض كده على النار، بس طبعا بعد ما برد، يعني انا بحضره كده الاول واسيبه يبرد. قلبته زي ما انتم شايفين كده، وما بنقلبش كتير، يا دوب بس كده يشرب كده الخليط معايا السوائل كده هو جاهز معايا تمام. هنجهز بقى دلوقتي كده معانا الصينيه بتاعتنا، دهناها كده بالسمنه او بالزبده، وهنضيف كده معانا كده السميد، وهنبدا بقى ايه نسويه بالشكل ده. عشان تسويه بقى كويس قوي اديله كده خبطتين كده على الرخامه، هيبدا يتسوى معاكي زي ما انت شايفه كده تمام. هندخل بقى الصينيه بتاعتنا دي التلاجة او الفريزر لمده بس ربع ساعه، على ما تسخني الفرن بتاعك على درجه حراره 200. لازم درجه حراره الفرن تكون عاليه، يعني على ما تسخني الفرن بتاعك تكون البسبوسه كده خدت وقتها في التلاجة علشان حبيبات السميد تبدا تنفش معانا. هندخلها الفرن على درجه حراره عاليه زي ما قلت لكم، بتاخد حوالي كده نص ساعه. اول ما تلاقيها كده خدت معاكي لون من الجوانب بتبداي تفتحي عليها الشوايه، وزي ما شفتوا كده معايا بخرجها وهي سخنه، بضيف ليها الشربات البارد وبسيبها كده لما تشربه براحتها خالص. واول ما تبرد بنبدا نقطعها بالكم بالجمال ده. احلى صينيه بسبوسه بجد ممكن تاكلوها في حياتكم، طعمها حلو قوي قوي. ان شاء الله هجربوها، انا متاكده هتعجبكم. ما شاء الله مفيش احلى من كده بجد. دي اظبط مقادير ممكن تجربوها للبسبوسه، طعمها حلو جدا. جربوها، منتظر رايكم في الكومنتات يهمني قوي. كده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم تدعموا باللايك والشير.